الموضوع بيبدأ مع أول 250 جنيه في أول أوردر بيتزا، بعد كده بينتهي عند بنطلون ما بيقفلش وتيشيرتات دايما ضيقة وثقتك في الناس. طاقتك صفر طول اليوم، ومع الوقت بتلاقي نفسك بتنهج من أقل مجهود وأنت طالع سلالم بتجري ورا واحد صاحبك. السؤال الأهم، لو أنت كده دلوقتي بعد 10 سنين مستواك وصحتك هتبقى عاملة إزاي؟ وصدقني مفيش نظام سحري ولا مكملات وظيفتها حرق الدهون بتاع جسمك، ولا إنك تجوع نفسك وتمشي على دايت قاسي على مدار اليوم. ما أنت في الآخر هتخسر عضلاتك والحرق عندك الميتابوليزم هيقل، فترجع تزيد تاني اكتر من الاول باضعاف وهتكون خسرت العضلات بتاعتك. طب وعشان الحل تعمل ايه؟ دبس نفسك دلوقتي وكفايه تاجل لبعدين. على فكره السنه اللي فاتت قلت بعدين برضه ولحد دلوقتي لسه ما بدأناش. وحقيقي مش محتاج تتمرن 6 ل 7 مرات في الاسبوع صبح وليل وتبات في الجيم عشان توصل للنتيجه. لازم يتصمم لك البرنامج بناء على ظروف شغلك عشان الموضوع يكون واقعي وتعرف تلتزم عليه. طيب ازاي الموضوع هيكون اونلاين وبرضه توصل للنتائج؟ اولا في مئات من الناس وصلت قبليك لنفس النتيجه دي. هنتواصل مع بعض عن طريق الواتساب، لو احتجت اي حاجه هتلاقيني دايما معاك. هتلاقي البرنامج بتاعك في فيديوهات مشروحه بصوت وصوره بناء على مستواك انت، سواء تمرين من البيت او تمرين من الجيم، سواء تتمرن مرتين او 5 مرات في الاسبوع، كل واحد ليه نظام مختلف عن التاني. والدايت هيكون محسوب بناء على اللايف ستايل بتاعتك، سواء وجبتين او حتى 5. المهم القيمه الغذائيه ان هي توصل لجسمك في الاخر بكل الاكل اللي انت بتحبه، اما اللي ما بتحبوش هيتشال من الاكل او حتى لو عندك حساسيه منه. ده غير حاجات كتير هتساعدك، سواء فايل بدائل الاكل او كتاب الوصفات وغيره من حاجات تانية كتير هتفاجئ بيها في البرنامج. وعشان اسهل عليك القرار، فب 250 جنيه بس بدل ما انت تجيب البيتزا دي هتقدر تشترك شهر كامل في التدريب اونلاين، وده بخطه الباور 10 لمده 4 شهور كاملين ب 999 جنيه دلوقتي لمده 48 ساعه. فاعرف دايما الموضوع قرارك، والمره الجايه وانت جعان بلاش تاخد البيتزا، وابدا دلوقتي في التدريب الاونلاين ب 250 جنيه بس في الشهر بدل ما انت تدفعها في يوم. فصدقني اكل الدايت وانك تبدا مظبوط عمره ما كان مكلف، لكن دايما مخك بيروح للحاجه اللي بيحبها. فابدا دلوقتي ودبس نفسك، بلاش بعدين.